لو انت جديد على الانريل انجن وما تعرفش اي حاجه عنه، ففي درس النهارده هنشرح البرنامج بالتفصيل وهنتعلم ازاي نطلع النتيجه دي. كنت عملت درس اكستيريور وغطيت فيه تكوين البيئه وعملنا فيديو انيميشن احترافي، لكن درس النهارده هنكون البيئه بشكل ادفانسد اكتر وهنغطي باقي النواقص اللي ما اتكلمناش عنها في الدرس اللي فات. فيديو النهارده هو كورس اكاديمي تفصيلي هشرح فيه الانريل انجن وهنطبق عملي مشروع اكستيريور كامل. لو بتدور على كورس الانريل انجن وعايز تتعلم البرنامج، فاحب اقول لك ان الانريل انجن هيتشرح في فيديو واحد النهارده. في درس النهارده هنعرف ايه مواصفات الجهاز اللي هيشتغل عليه انريل انجن، وازاي نحرك كاركتر ونعمل كوليجن، ونتمشى داخل المشهد كانك جوه جيم، ونجيب مشروعنا من الماكس ببلجن الداتا سميث، ونحول المشروع الى LOD ونانايت، واشرح جميع مصادر الاناره في البرنامج، وهنتعلم ازاي نعمل خامات على الانريل انجن وايه المصادر اللي بجيب منها خامات، وهنعرف ازاي نعمل كذا ليفل في المشروع، وكمان هنعمل باكجينج عشان نرسل المشروع للعميل، ونضيف الساوند افكت، ونتمشى بالكاركتر وناخد صور ريندر، ونعمل انيميشن، وهنطبق كل الحاجات دي عملي، ونعمل مشروع اكستيريور كامل بتفاصيله. الفيديو هيبقى متقسم لتشابترز عشان لو عايز ترجع لفصل معين تدرسه. هتلاقي الفصول على التايم لاين في الفيديو، وكمان هتكون تحت في الديسكربشن. درس النهارده هيبقى طويل شويه، وده لان الانريل انجن برنامج كبير مش صغير. احنا ما زلنا مش هنقرب من البلو برنت ولا البرمجه عشان ما تحسوش ان البرنامج صعب. النهارده هنغطي كل حاجه في الانريل انجن، مش هيبقى ناقص غير البلو برنت، ودي هعمل لها كورس مخصوص عشان نبقى غطينا البرنامج. واتفرجوا على الدرس اللي فات لان الدرسين عباره عن كورس كامل بيكملوا بعض. وسايب لكم هديه هتعجبكم هناك، روحوا حملوها. الفيديو هيظهر في الاي اللي فوق هنا. طيب انا رسمت ستوري بورد شكل تخيلي للبيئه. الفكره اللي عندي عايز اعمل بيت في وسط غابه، وفي شلالات وجبال واشجار كتيره، وفي طريق للعربيات، ومتخيل الشكل العام يكون اللاندسكيب من الطبيعه كده. دي فكره الستوري بورد للشكل اللي في خيالي. هبتدي اشتغل على الاساس ده. يلا بينا على الدرس، بس قبل ما نبدا اشوفكم بعد الانترو. هنفتح الايبك جيم لانشر، وعايز اقول لكم على كام حاجه عشان تحافظوا على مساحات الاجهزه بتاعتكم. دي مساحه الاصدارين اللي عندي. ممكن تقلل المساحه دي. بتيجي عند كل اصدار تدوس على السهم الصغير ده اوبشن، وشيل الاندرويد والاي او اس واللينكس. احنا كده كده مش هنستخدمهم. بعد ما تشيلهم هتلاقي فرق كبير في المساحه. احنا اولى بالمساحه دي. وتنزل تحت عند الفولت هتلاقي مساحه المكتبه بتاعتي 135 جيجا، وكل ده متخزن في السي. لو مساحه السي عندك قليله غير مكان المكتبه. من سيتنجز تنزل تحت شويه edit vault cache location، وغير مكان المكتبه لاي بارتيشن تاني فيه مساحه اكبر. بس كده، دي كانت حاجه مهمه عشان تعملوا كنترول على مساحه البرنامج. وبعمل لانش الاصدار 5.1. في عندنا كذا مود او كذا تمبلت. جيمز لو هتعمل لعبه، والفيلم لو هتشتغل في استوديو سينمائي وتخرج فيديو، اركتكتشر للاظهار المعماري، اوتوموتيف برودكت ديزاين لو هتعرض منتجات صغيره وتخلي المنتج يلف وتتفرج على كل تفصيله فيه، سيميوليشن لو هتعمل مؤثرات سبيشال افكت او تعرض تصميمك داخل الفي ار. دي كلها تمبلت بناء على حسب انت هتعمل ايه. هنروح من جيمز. معظم شغلنا هيبقى هنا. احنا مش هنعمل جيمز ولا حاجه، بس محتاجين الكاركترز اللي موجوده هنا. عادي ممكن نختار مشروع فاضي من بلانك واضيف الكاركتر، بس الراجل بيقولك اتفضل فشكرا. هختار الفيرست بيرسون، وده الكاركتر اللي هنشتغل عليه في درس النهارده. احدد اللوكيشن، اسم المشروع، كل حاجه زي ما هي. ادوس بس على ستارتر كونتنت عشان يضيف لي بعض الاضافات اللي ممكن احتاج منها حاجه. وكرييت. اول حاجه بروح من edit project settings وبختار rendering. بنزل تحت شويه عند الجلوبال illumination، بلاقيها لومين وريفليكشن لومين. ده نظام الاضاءه الجديد، وده عشان احنا فتحنا اصدار الانريل انجن 5. لكن لو كنت فتحت مشروع من الاصدارات القديمه هتلاقي الاختيارين دول على السكرين سبيس، فبتحولهم الى لومين. وبحط في ريفليكشن كابتشر ريزوليوشن 512 او 1024. وفي مكان تاني بتاكد منه ان اللومين متفعل من بوست بروسيس فوليوم. بنزل تحت شويه بتاكد ان اللومين متفعل من الجلوبال illumination والريفليكشن. بعد كده بنيجي هنا ونفعل الشو FPS. وفي مكان تاني انا بفضله، بروح من editor preferences من عند performance، وبفعل show frame rate and memory. هتظهر لي المعلومات فوق هنا.
وكده احسن، حتى لما اجي اقفل وافتح البرنامج مش كل شويه افعلها، هتفضل شغاله على طول. طيب لو لقيت عدد الفريمات 120 فريم كده الدنيا عندك تمام، ولو لقيته اقل من 50 فريم واحنا لسه في الاول وما عملناش حاجه يبقى جهازك ضعيف شويه. دايما انا بنصح اننا نستثمر فلوسنا في جهاز بي سي امكانياته كويسه، وبلاش اللابتوب الا لو مضطر، لان لو عندك جهازين، واحد بي سي والتاني لابتوب والاتنين بنفس المواصفات، هتلاقي البي سي ضعف قوه اللابتوب وارخص كمان. انا عندي لابتوب بمواصفات بروسيسور كور اي 7 الجيل السابع 4 كورز وده قليل شويه، كارت شاشه انفيديا جي تي اكس 1060 يعني مش احسن حاجه، ورامات 16 جيجا، ودي مواصفات جهاز خلينا نقول تحت المتوسط. والجهاز ده شغلت عليه الانريل انجن شويه، اداني عدد فريمات 60 فريم اول ما شغلت البرنامج وانا لسه ببتدي، وده رقم قليل جدا. ولما جيت اوزع الشجر والزرع وعملت لاندسكيب عدد الفريمات وصلت ل 30 و20 فريم واقل كمان. ولما جيت اشوف البرنامج مستهلك ايه من اللابتوب، طبعا مستهلك كارت الشاشه بنسبه 100%، والغريب هنا انه مستهلك من البروسيسور بنسبه 50% ومعلي حرارته اثناء الشغل الى 84 درجه، وفي بعض الحالات بيوصل ل 99 درجه، وده رقم خطير جدا ممكن لا قدر الله في اي لحظه يحرق لي البروسيسور. والبروسيسور هنا بيلت ان، يعني هغير البورده كلها بسعر اللابتوب كله. بصوا لو هتعملوا انيميشن بس تمام يمشي الحال، لكن هتتجول في المكان بالكاركتر وتتفرج على التصميم الارقام دي ما تنفعش. كانت الاصدارات القديمه زي انريل انجن 4 27 بتكون عدد الفريمات فيه 120 فريم وبيشتغل عليها الاجهزه المتوسطه عادي، وده لان كنا بنعمل حاجه اسمها بيلد لايت، وده بعد ما بنعمل خطوات كتيره قوي عشان نطلع نتيجه كويسه. لكن الانريل انجن 5 الجديد بقى اسهل بكتير، بس ضريبه ده انه محتاج جهاز امكانياته قويه شويه، فنصيحه استثمره في جهاز بي سي قوي شويه، تحديدا كارت الشاشه، لان نظام اللومين الجديد في الانريل انجن 5 عايز كارت شاشه قوي. انا شخصيا شغلي الرئيسي كله على البي سي، هتلاقي عدد الفريمات مظبوطه ودرجه الحراره كويسه، لان تبريد البي سي احسن بكتير من اللابتوب حتى لو امكانيات البي سي متوسطه. ونصيحه، بصوا هنا هو مستخدم 100% من كارت الشاشه طول ما البرنامج شغال، فلو هتقوم وتسيب الكمبيوتر شغال لفتره طويله نصيحه اعمل مينيمايز للبرنامج عشان تريح كارت الشاشه شويه. ونصيحه تانية اقفلوا البرامج اللي ملهاش لازمه اثناء تشغيل الانريل انجن عشان تحافظوا على عدد الفريمات. اوكي خلينا نعمل بلاي. ده الكاركتر بتاعنا، هو ده بقى المنظور الاول، وده السلاح بتاعه. احنا مش محتاجين الحاجات دي، هنمسح السلاح ده وبروح من فيرست بيرسون بلو برنت فيرست بيرسون كاركتر، هو ده الكاركتر اللي بلعب بيه. بدوس دبل كليك، ده البلو برنت بتاع الكاركتر او البرمجه بتاعته، دي الحركه وده الجامب، ممكن امسحه لو مش عايزه ينط. احنا مش هنلعب في حاجه هنا. بروح من فيو بورد، هتلاقوا العناصر المكون منها الكاركتر بتاعي، الكبسول والكاميرا. الدراعات دي احنا هنمسحها. الكبسول دي فايدتها انها بتتفاعل مع الكوليجن او التصادم، يعني لو في حيطه مش بيعدي منها الكبسول دي. والكاميرا دي هي عين اللاعب. اوكي بدوس كومبايل سيف واقفل التابه دي، بدوس بلاي، وده الكاركتر بتاعي اللي هلعب بيه. طيب عايزين نشتغل على لاندسكيب، هنمسح كل حاجه ونفضي المشهد. ونسيب الاضاءات والبلاير ستارتر. بروح عند سيلكشن مود لاندسكيب، دي مساحه الارض اللي هنشتغل عليها، اقدر اكبرها واصغرها من سيكشن سايز، ومن نمبر اوف كومبوننت، وبعمل كرييت. طيب احنا عايزين لاندسكيب ماتيريال ومكتبه للشجر والزرع. في الدرس اللي فات قلت ان مفيش لاندسكيب ماتيريال مجانا، انا غلطت عفوا، لا هو طلع فيه. بتروح من ايبك جيم لانشر ماركت بليس وتكتب لاندسكيب برو 2، فيها لاندسكيب ماتيريال ومكتبه شجر وزرع وصخور وحاجات كتير، ونتيجتها مقبوله مش وحشه. وكمان عندكم مكتبه البيرش 5 فورست باك، دي مكتبه احترافيه طبقنا بيها عمل الدرس اللي فات والنتيجه كانت تحفه، تمنها $40، ولو مش عايزين تشتروها اتفرجوا على الدرس اللي فات، سايب لكم هديه تعجبكم هناك، هسيب لكم لينك الفيديو في صندوق الوصف تحت. عندكم دلوقتي مكتبتين، استخدموا اي واحده فيهم، كده عندكم الادوات كلها جاهزه عشان تبداوا تطبقوا عملي معايا.
انا حريص ان كل حاجه تكون متوفره ليكم عشان الدنيا تكون سهله معاكم. وكمان عايزكم تتابعوا الجديد من الايبك جيم لانشر من ماركت بليس. تنزل تحت شويه هتلاقوا فري فور ذا مانث، دي حاجات مجانيه في الشهر ده. بينزلوا ساعات مكتبات جامده جدا، الحاجات دي هتبقى بفلوس بعد كده. انا حملت منها حاجات كتير فخليكم تابعين الجديد. طيب من لايبراري بنزل تحت عند المكتبه بتاعتي. المره دي هستخدم مكتبه لاندسكيب جديده انا كنت شاريها اسمها ريدوود تري فورست. هقول له اد تو بروجكت. مساحتها 8 جيجا تقريبا. اكيد مش كل مره هحمل ال 8 جيجا، هي اول مره بس، بعد كده هتبقى متخزنه في الفولت كاش، يعني لما اجي استخدمها في مشروع تاني مش هتحمل وهتنزل على طول في المشروع. والكلام ده ينطبق على كل المكتبات اللي هنا. طيب هتلاقي المكتبه نزلت في المشروع هنا. اول حاجه هناخد منها اللاندسكيب ماتيريال. هنروح من ريدوود فورست ماتيريالز جراوند، ودي خامه اللاندسكيب بتاعت المكتبه. هحددها بس كده واروح اختار ارضيه اللاندسكيب واحط الخامه هنا في اللاندسكيب ماتيريال. هتظهر معايا بالشكل ده. هنروح على اللاندسكيب مود، بينت، من لايرز هتلاقي خامات اللاندسكيب ظهرت. هتيجي هنا عند اول خامه عند علامه الزائد واختار اول اختيار ويت بليندد لاير واحفظها في المكان ده مفيش مشكله. سيف. هتبتدي تظهر معايا الخامه الاولى. هختار الخامه التانيه وادوس على علامه الزائد برضو اول اختيار سيف واختارها وابتدي ارسمها في المكان اللي انا عايزه. هعمل كده على كل الخامات واجربهم اتعرف على شكلهم بس. نفس الخطوات دي هتعملوها مع المكتبه اللي انا سايبها لكم وبنفس الجوده. ادواتكم كلها معاكم ما تقلقوش. ما تنسوش لازم تعملوا سيف اول عشان يحفظ التغييرات اللي عملناها. اوكي انا هبدا اشتغل على فكره الستوري بورد اللي رسمتها وراجع كل حاجه زي ما كانت. انا كنت بتعرف على الخامات اللي هستخدمها بس. طيب انا عايز احط المشروع الاول وعلى اساس ده اكون البيئه عشان اتخيل شكل البيئه بشكل افضل. هنروح للماكس ونجهز المشروع بتاعنا. دي الفيلا اللي هستخدمها في المشروع. في خطوات مهمه لازم نعملها قبل ما ناخد المشروع على الانريل انجن. اول حاجه واهم حاجه نعملها نحول المشروع الى سنتيمتر، وبيتم التحويل على خطوتين. اول خطوه من كاستمايز يونت سيت اب، او بستخدم الاختصار بدوس اكس واكتب يونت. اتاكد ان وحده قياس المشروع بالسنتي. اوكي طلع بالسنتيمتر. ومن سيستم يونت سيت اب سنتيمتر. اوكي كده الامور تمام معانا. الخطوه الثانيه بروح على اليوتيليتيز، بعد كده ريسكيل وورلد يونت ريسكيل. طيب احط رقم كام هنا؟ شوفوا الصوره دي، لو مشروعك بالمتر هتحط رقم 100 عشان يتحول بالسنتي، ولو باي وحده تانية عندكم الارقام كلها هنا. هي دي الطريقه الصحيحه لتحويل وحده قياس اي مشروع داخل الماكس بالخطوتين دول. طيب نبص كده على المشروع. الزرع ده مش عايزينه، احنا كده كده هنستخدم اللاندسكيب في الانريل انجن فهنشيله. اوكي ده اللي احنا هنحتاجه هناك. شوفوا اي سطح رفيع كده عباره عن بلان وملوش سمك نعمل له شيل ولو حاجه بسيطه. اخدها كوبي واعمل كونفيرت تو اديتابل بولي. اعمل كده في كل العناصر اللي ملهاش سمك.
بصوا هنا في في ري ديسبيسمنت مود وتيربو سموز وإيديتابل بولي وشيل. ما ينفعش الحاجات دي تروح كده، لازم نحولها الى إيديتابل بولي. كده تمام. هنا في مشكله عند السلم بس عادي، كده كده ارضيه اللاندسكيب هتغطي عليها. هنا عايز اظبط فتحه المدخنه عشان هطلع منها دخان. ركزوا بقى هنا، اي موديل فيه بوليجون كتير بحاول اقللها او اشيلها. لو جيت بصيت هنا هتلاقي 2,700,000 بوليجون، ولو بصيت على المبنى هتلاقي عدد البوليجون قليل. المبنى بس لوحده ما يعديش ال 300 بوليجون. فاللي معلي البوليجون عندي هو الزرع. خلينا نبص عليه كده. ده واخد تربو سموز. اعتقد ان التربو سموز معلي عدد البوليجون. لو شلته بصوا زي ما انتم شايفين فرق في 1,700,000 بوليجون، يبقى شيل التربو سموز ده مش عايزه. وي كونفرت تو اديتابل بولي. احنا كده كده هنحولها الى نانايت في الانريل انجن، ومع ذلك كل ما يكون عدد البوليجون في المشروع اقل هيكون احسن. الارضيه مش مظبوطه، عايزه تتظبط. احط خامه ازاز هنا. واعمل اتاتش للسور ده بدل ما هو متجزأ كده. في نقطه مهمه هنا، شايفين البوابه دي؟ لو عايزين نحركها في الانريل انجن هحتاج اظبط البيفوت في الماكس اللي هو مركز الدوران او مركز الحركه. انا لو جيت عملت دوران للبوابه بصوا بتلف في اتجاه البيفوت، فهغير مكان البيفوت ده. بروح من هيراركي بختار افكت بيفوت اونلي، وبغير مكان البيفوت عند مركز دوران الباب هنا. كده بعمل روتيشن بشكل صحيح، لان في داخل الانريل انجن هتلاقي مكان البيفوت نفس اللي انت عامله هنا في الماكس. طبعا بنعمل كده في كل الابواب، ده في حاله اذا هنعمل بلو برينت في الشغل الداخلي الانتيريور ديزاين، لكن في درس النهارده مش مهم نعمل كده. انا بس بشرح ده لان الحاجات دي مهمه ولازم تعرفوها. انا مش محتاج الباب مفتوح لاني مش حاطط تفاصيل داخليه، فمش عايز ادخل جوه، فهقفل الباب. بخصوص الماتيريال بقى، نفس الخطوات اللي بتعملوها لما بتصدروا المشاريع على اللوميون. كل خامه منفصله ليها اي دي خاص بيها في الماكس، نقدر نغيرها في الانريل انجن بسهوله. بمعنى البوكس ده هديله خامه كده، لما هصدره على الانريل انجن اقدر احط فيه اي خامه بسهوله. طب لو عايز هنا خامه والباقي خامه تانية، يبقى اعملها هنا الاول قبل ما اروح على الانريل انجن، كونفيرت تو اديتابل بولي واديله خامه تانية. كده في الانريل اقدر احط هنا خامه وهنا خامه مختلفه. فهمتوا؟ طبعا لو هتصدر المشروع على الانريل انجن هينزل بخاماته اللي انت حاططها هنا. يفضل اننا نشتغل على خامات الانريل انجن احسن من الاعتماد على خامات الماكس. اوكي، انا شايف المشروع تقسيمات خاماته مظبوطه، ما عنديش مشكله، واذا اكتشفت حاجه اقدر ارجع هنا واغيرها بكل سهوله. هوريكم عملي لما نروح على الانريل انجن. كده الامور تمام. طيب للمراجعه، عرفنا اننا نحول المشروع للسنتيمتر ونعمل شيل للمجسمات الرفيعه. لو لقيت بلان بالشكل ده اعمل له شيل ولو حاجه بسيطه، ولو لفيت البلان ولقيته بيختفي الناحيه التانيه كده هو متفعل فيه الباك فيس كول. رايت كليك على الموديل، اوبجكت بروبرتيز. لو لقيت الباك فيس كول متفعله الغي تفعيلها، دي نقطه مهمه. وضروري نحول المجسمات كلها الى اديتابل بولي، ونظبط الخامات هنا الاول، ونعمل اتاتش اذا كان الموديل فيه تفاصيل وفيه اجزاء كتيره. وكمان الانريل انجن بيتعامل مع الانستنس لما بتنسخ الموديل في الماكس وتختار انستنس. في الانريل انجن بيتعامل مع الانستنس دي في التحديد والاعدادات والخامات، وكمان المسميات في الماكس مهمه عشان الترتيب. وبعد ما تخلص حدد المشروع كله واعمل له جروب، عشان دي هتبقى نقطه الانكور بوينت اللي هنحدد بيها المشروع لما نيجي نحركه هناك. وتودي المشروع لنقطه الزيرو والزيرو والزيرو عشان يبقى في سنتر الفيو بورد هنا وعلى الانريل انجن. ده مهم جدا عشان لما نعمل اكسبورت لحاجات تانية يبقوا يروحوا هناك بنفس الاحداثيات. بس كده دي كلها حاجات مهمه لازم تعرفوها قبل ما ننقل المشروع على الانريل انجن. طيب كده كله تمام. عايزين نعمل اكسبورت للمشروع ببلجن الداتا سميث. هنروح نجيب البلجن من على الموقع الرسمي بتاعهم، ننزل تحت عند 3 دي ماكس اكسبورتر وندوس على فيو ارشيفد فيرجنز ونختار اصدار الانريل انجن اللي عندنا. هسيب لكم برضو لينك الموقع تحت في الديسكريبشن. بعد ما نسطب البلجن بدوس على زرار شو ريبون، هتلاقوا بلجن الداتا سميث. ولو عندكم اصدار الانريل انجن قبل 5.1 هتلاقوا البلجن موجود في الاكسبورت، هتلاقوا البلجن هنا. طيب اكسبورت، ديسكتوب، فولدر داتا سميث، كله تمام. سيف. بروح على الانريل انجن وبروح على الداتا سميث ومش هلاقيها هنا اول مره. بروح للسيتنجز، بلجنز، او من اديت، بلجنز،
واكتب داتا سميث. هتلاقي داتا سميث اكسبورتر، هي دي، دوس عليها واعمل ريستارت. هتيجي هنا هتلاقي داتا سميث، فايل امبورت، وتروح عند المكان اللي حفظنا فيه داتا سميث. هتلاقي فايل وفولدر، دوس على الفايل اللي بره ده. اوكي، احنا عايزين بس الجيومتري والماتيريال فقط، مش عايزين اي حاجه تانية. وي امبورت. شوفوا هنا دي كلها ملفات المشروع، وده الجروب اللي عملناه نقدر نمسك المشروع كله منه ونحركه ونحطه في المكان بتاعه. أظبط شوية بس البيئة حوالين المشروع. تمام كده، زي ما انتم شايفين المشروع نزل بخاماته اللي كانت في الماكس. طبعا احنا هنغير الخامات دي كلها، بس الاول عايز احول المشروع كله الى موفابل لانه معمول على وضع الاستاتيك. طيب ايه الفرق بين الاتنين؟ الاستاتيك في الاصدارات القديمه كنا بنعمل حاجه اسمها بيلد، بمعنى ان الظل ده مش بيكون حقيقي، بيبقى مرسوم في التكستشر، ولو جيت غيرت اتجاه الشمس كده كنا لازم نعمل بيلد مره تانية، والبيلد ده كان بيقعد نص ساعه واكتر، حاجه كده زي الريندر في الماكس، وخطوات كتيره بتتعمل. يعني مثلا لو حولنا الارضيه دي الى ستاتيك ودوسنا على Alt 0، شايفين المربعات دي؟ او احنا كنا عشان نحافظ على دقه الظلال اللي هتترسم في الارض كنا بنروح نعلي اللايت ماب ريزوليوشن على كل الموديلز اللي في المشروع، واي اضافه للاضاءات او تغيير مكان اي مجسم لازم نعمل بيلد مره تانية. هي كانت خطوات كتيره جدا، بس كان حل حلو للاجهزه الضعيفه، لاننا بعد ما بنعمل بيلد عدد الفريمات بتكون 120 فريم حتى مع الاجهزه المتوسطه. نرجعها تاني للموفابل. لكن نظام اللوميني اللي في الانريل انجن 5 الموضوع بقى اسهل بكتير، بس ضريبه ده انه عايز جهاز امكانياته كويسه شويه. انا مش عايز اشتتكم بالاصدارات القديمه، اللي عايزكم تعرفوه دلوقتي اننا نحول المشروع بتاعنا كله الى موفابل طالما شغالين على الانريل انجن 5. دي اول خطوه نعملها. تاني حاجه هنفعل تقنيه النانايت والال او دي في المشروع، او الاتنين مع بعض. مش كل المشروع، هنحول بعض المجسمات بس. لو تفتكروا الزرع ده كان فيه بوليجون كتيره، فهحوله الى نانايت. رايت كليك وي براوز تو اسيت عشان يوديني لمكان الزرع بسرعه بدل ما اقعد ادور عليه. رايت كليك وفعل النانايت. بصوا لما ببعد بيختفي ازاي، الزرع التاني زي ما هو ظاهر، شايفين؟ هروح افعل النانايت في الزرع التاني. رايت كليك وي براوز تو اسيت، رايت كليك نانايت وفعله. طيب هل افعل المشروع كله الى نانايت؟ لا، هقول لكم ليه. خليني اوريكم حاجه من لايت واير فريم عشان تظهر معايا عدد البوليجون في المشروع. انا عايز اعمل نانايت او ال او دي على المجسمات اللي فيها عدد بوليجون عالي بس عشان اخف التقل على البرنامج واحاول احافظ على عدد الفريمات اللي عندي. لكن ارضيه زي دي مفيش فيها عدد بوليجون كتير، لو عملت نانايت او ال او دي عليها هيحصل تشوهات في المجسم لما تيجي تبعد عنها،
عشان كده هنعمل نانايت فقط في المجسمات اللي فيها بوليجونز كتيرة، زي الزرع، زي حمام السباحة، زي السلم، زي الفازات دي، زي الروف ده. بصوا فيه بوليجون كتير، دول بس اللي هعمل لهم نانايت. نرجع تاني لللايت، السلم، رايت كليك وبراوز تو اسيت، رايت كليك، نانايت، وافعل النانايت. بصوا لما بعمل تغيير في المجسم ويديني العلامة دي، لازم احفظ التغييرات اللي عملتها واعمل سيف اول، سيف سيلكتد. الاراميد اللي في الروف فوق، رايت كليك وبراوز تو اسيت، رايت كليك، نانايت، وافعل النانايت. الفازات، رايت كليك وبراوز تو اسيت، ممكن افعل النانايت من مكان تاني، بدوس دبل كليك واقول له enable nanite support وسيف. حمام السباحة، رايت كليك براوز تو اسيت، رايت كليك، نانايت، وافعل النانايت واعمل سيف اول. كده احنا عملنا نانايت للمجسمات التقيلة في المشروع. طب عايز اشوف النانايت اللي عملته. من لايت، نانايت فيجواليزيشن، ترانجلز. دي تقنية النانايت اللي عملناها عشان نحافظ على سلاسة وخفة المشروع. بصوا لما بنقرب من الموديل بيعلي الجودة ويزود البوليجون ويظهر لي التفاصيل، ولما بنبعد بيقلل عدد البوليجون ويقلل الجودة، لأننا أصلا مش محتاجين نشوف الجودة دي من بعيد. نرجع تاني للايت. عايز أقول لكم حاجة مهمة بخصوص النانايت. تقنية النانايت مش بتشتغل مع الخامات الشفافة اللي فيها ترانسلوسنت زي الإزاز. يعني لو جينا على الإزاز ده وحولناه إلى نانايت، بصوا اللي حصل، الخامة باظت. فمش كل حاجة في المشروع بنحولها إلى نانايت، فقط المجسمات التقيلة اللي فيها بوليجون كتيرة. نرجعها تاني. هي ممكن يتعمل عليها ال LED، بس الإزاز ده مفيش فيه مشكلة لأنه مش عامل تقل. بصوا لو رحنا على واير فريم مش هتلاقي فيه بوليجونز كتيرة، فمش هنعمل فيه حاجة. خلينا نشوف حاجة تانية تقيلة في المشروع نحولها إلى LED عشان نبقى جربنا النانايت وال LED. طيب أنا هعمل الأبواب. نرجع لللايت، رايت كليك، براوز تو اسيت، ودبل كليك. افعل ال LED منين؟ ببساطة باجي هنا عند النمبر اوف LOD واحط رقم 3، يعني يعمل 3 نسخ. انتر، ابلاي تشينج. كده هو عمل لي 3 نسخ للابواب. كده احنا فعلنا النانايت وال LED مع بعض والمشروع اصبح خفيف. ولو عندك عدد الفريمات قلت كتير ده يبقى بسبب قدرات جهازك، لكن خطواتنا لحد دلوقتي تمام. الخطوة الثالثة، خلينا نحط شوية اضاءات داخلية ونشيك على المشروع. من بليس اكتور بانل، لايتس، بوينت لايت، واحولها الى موفابل، واقلل الانتنسيتي شويه ل5 مثلا، واحطها جوه هنا عشان ظل الباب يبان بالشكل ده، وانسخها في كل الغرف. واضح ان في مشكله هنا، هنظبطها دلوقتي. المكان هنا ضلمه شويه، انسخ الاناره واقلل الاضاءه شويه. تمام كده. عايزين بقى نراجع المشروع ونتعلم ازاي نتنقل بين الماكس والانريل اذا عندنا تعديلات، ونتعمق اكتر في بلجن داتا سميث. هنا عندي الحيطه مش واصله للارض، عايزين نظبطها. وفي الروف هنا في قراميد ناقصه. في ايه تاني. تمام كده، هو اللي ناقص بس شلال هنا، فهعمله في الماكس، والخامه بتاعته هعملها هنا. بروح للماكس واظبط التعديلات دي. باجي هنا وانزل دي شويه تحت، واجي عند القراميد واحدد دول وانسخها بالشكل ده. هو كده حلو. ماذا هناك ايضا؟ عايز افتح الباب ده، اقول لكم ليه لما نروح هناك. بحدد الباب وديتاتش، والازاز نفس الكلام. افصل كل ضلفه لوحدها كده عشان عايز افتح الباب. كده كل ضلفه باب لوحدها. اسنتر البيفوت بالشكل ده، واحط البيفوت في مركز دوران الباب هنا، والباب التاني نفس الكلام. اعمل روتيشن زي الفل. انهايد اول، وخليني افتح الباب لجوه. اوكي، ناقص الشلال. هعمل بلان F4 واشيل الخطوط دي كلها.
convert to editable poly، واختار الايدج واجي هنا وادوس شيفت وانزل بيها لتحت، واعمل تشانفر واظبط شكل الشلال بالشكل ده، واحط له اي خامه كده مثلا، وعايز اعمل عليه يو في دبليو ماب عشان خامه الشلال تبقى مظبوطه عليه. انا ممكن اعمل الخطوه دي على الانريل انجن، بس خلينا نعملها هنا ونشوف. والفها كده، قال يعني ده شكل الشلال. وكونفيرت تو اديتابل بولي، واعمل كنترول سيف. طبعا ممكن اعمل اكسبورت للشلال بس احنا عملنا تعديلات هنا، فاعمل اكسبورت للمشروع كله بالداتا سميث، مفيش مشكله. بدوس على زرار شو ريبون واكسبورت، واحفظه في نفس مكان الداتا سميث اللي حفظناه قبل كده. Do you want to replace it؟ هقول له yes. بروح على الانريل انجن وبروح لملف الداتا سميث بتاعنا اللي مسميه رقم 9، ده ملف الداتا سميث للمشروع. بدوس رايت كليك واقول له ري امبورت. اللي هيحصل هنا وهو انه هيضيف التعديلات الجديده. بالمناسبه الامر ده الريسبون ديليتد اكتورز، لو انت مسحت حاجه في المشروع بيرجعها لك. انا مش هفعلها لاني ما مسحتش حاجه. وي امبورت هسيبه يحمل شويه. بعد ما يخلص ضروري اعمل سيف اول عشان يحفظ لي التغييرات اللي عملناها. زي ما انتم شايفين عمل لي التعديلات اللي عملتها في الماكس. والباب مفتوح والروف تمام، وده الشلال. خلوني اظبط مكان الشلال ده واحوله لموفابل. احنا قلنا اي موديل جديد نحوله لموفابل طالما شغالين على الانريل انجن 5. واحط فيه خامة الشلال دي خامة مخصصة للشلال. بص لو جيت لفيت البلان بيحوله الى شلال على حسب ميلان الموديل. طبعا كل مكتبة لاندسكيب ليها مكتبتها الخاصة. لو لقيت خامة الشلال مقلوبة، اما اروح للماكس واعدل اليو في دبليو ماب مرة تانية، او اعملها هنا. انا هعدل اليو في دبليو ماب هنا عشان نبقى عرفنا طريقتين. بحدد خامة الشلال، ومن موديلنج مود بروح لليو في اس واختار بروجكت، وبدل بلان اخليها سلندر، وبظبطها بالشكل ده. اوكي كده تمام. اكسبت. حاسس ان الشلال مش مظبوط، مش المفروض انه يبقى عمودي قوي كده، عايز اخليه ممدود لقدام شويه. بروح للماكس ومن موديفاير اف اف دي 4x4x4 ده، ومن كنترول بوينتس بمده لقدام شويه كده. تمام. كنترول سيف واكسبورت. هنحفظه في نفس مكان الداتا سميث بتاع المشروع. المفروض انكم حفظتوا خلاص. بروح للانريل انجن. المره دي مش هعمل ري امبورت للمشروع كله، انا هعمل ري امبورت للشلال بس. احدد على الشلال، رايت كليك براوز تو اسيت عشان يوصلني ليه بسرعه في البراوزر. هو ده، رايت كليك واعمل له ري امبورت واعمل سيف اول. شايفين ربط الماكس بالانريل انجن سهل ازاي عن طريق الداتا سميث؟ طيب اضيف بقى شويه افكتس للميه من ريدوود فورست بارتكلز، واجرب الحاجات دي. اشوف رقم 4 دي، اوكي حلوه للطرطشه. احطها فوق هنا واخليها تبص لتحت كده، واكررها بالشكل ده. واجرب الرابعه دي، اوكي ظريفه. هحطها تحت كأن الشلال عامل فوم. عايز احط شويه صخور من ريدوود فورست ميشز روكس، واجيب دي عشان عايز ازود شويه طرطشه ميه. وبروح عند ريدوود فورست بارتكلز واحط اول واحده واجربها. اوكي كويسه. كده الشلال بقى شكله حلو قوي. بصوا لو دوست جي عشان يخفي لي الايكونز، يا سلام. عايزين نحط ساوند افكت بس في الاخر بقى مش دلوقتي. طيب نركز شويه في المشروع وندخل بقى على الماتيريال. انا مش عايز الخامات اللي جايه من الماكس، انا هعمل الخامات كلها من اول وجديد. طيب ايه المصادر اللي بجيب منها خامات؟ اول مصدر كويكسل بريدج، اكبر مكتبه موجوده للانريل انجن. بروح اجيبها من بليس اكتور بانل كويكسل بريدج، واختار سيرفيسز
دي كلها خامات تقدر تستخدمها وتتحكم فيها كمان. بتتفرج على شكل الخامة من هنا وتحمل اللي انت عايزه وتدخلها في المشهد بالشكل ده بكل بساطة. طيب عايز اتحكم في اعدادات الخامة دي، هتلاقوا فولدر اسمه ميجا سكانز وفيه الخامات اللي انا حملتها من كويكسل بريدج، او بختار المجسم اللي حطيت في الخامة وباجي هنا عند الماتيريال وادوس على علامة السيرش دي الخامة اللي انا حملتها. هو مستخدم الخامة انستنس وجنبيها التكتشر المستخدمة في الخامة، بدوس دبل كليك عليها عشان تظهر لي الاعدادات. عايز اكبر واصغر التايتل مثلا، عند تايلينج هتلاقي الاكس والواي، اكبر واصغر حجم الخامة. وهتلاقي روتيشن، امبيانت اوكلوجن، ورافنس عشان تديها لمعان. ودي التكستشر اللي هو مستخدمها. وتحت هنا دي الخامة الأصلية الماستر، يعني هو عامل كل الإعدادات دي منها. بمعنى الإعدادات اللي انتوا شايفينها دي مش افتراضية، دي اتعملت من الخامة الأصلية، يعني انت اللي بتعملها. طيب مكان الخامة الماستر دي فين؟ بدوس على علامة البراوزر دي هيوديني على مكان الخامة الماستر. طب ليه احنا مش بنستخدم الخامة الماستر دي على طول؟ هشرح لكم كل حاجة، خليكم معايا واحدة واحدة عشان أنا عايز أفهمكم بالتدريج. انسوا خالص الماستر ماتيريال دي دلوقتي. احنا بعد ما أخدنا الخامة من الكويكسل بريدج ظهرت معايا إعدادات الخامة بالشكل ده، وده اللي هنشتغل عليه. الموضوع سهل جدا، من كويكسل بريدج وحط الخامات اللي انت عايزها وغير في إعداداتها زي ما انت عايز. وزي ما انتم شايفين جودة الخامات قوية جدا، أحسن بكتير من الخامات اللي جاية من الماكس. ولو عايز تعلي الجودة أكتر من كده وانت بتحمل الخامة، اختار بدل ميديوم كواليتي خليها هاي كواليتي، هتبقى 4K بدل 2K. بلاش هايست كواليتي، دي 8K عشان ما تقللش عدد الفريمات عندك. جودة الميديوم كواليتي كويسة جدا. شايفين التكتشر دي؟ مقاسها 2 في 2، يعني الطول نفس مقاس العرض، وهقول لكم ليه كمان شوية لأن الموضوع ده مهم. عايز أجيب خامة ميتال للسور، بصوا الفرق. وغير خامة حمام السباحة من المكتبة اللي معايا. في نوع خامة اسمها ديكيلز، خليني أعرفكم عليها. افتح الكويكسل بريدج ديكيلز. أنا كنت محمل مجموعة، هروح من لوكال مثلا البلاعة دي هحطها بالشكل ده، أصغرها شوية. دي عبارة عن طبقة خامة بضيفها على أي موديل أنا عايزه. ممكن أعمل جدران فيها تشققات وتراب وأخلي البيت كأنه شكله قديم. شايفين التعامل مع الخامات سهل إزاي؟ ودي نتيجة مكتبة الكويكسل بريدج، جودة خامات قوية جدا وبتجيبها بسرعة، وده كان أول مصدر تجيب منه خامات. طيب أنا مش عايز الخامات دي، أنا عايز أعمل الخامة بنفسي زي ما بعمل في الماكس، وده المصدر التاني. هنتعلم نعمل ماتيريال على الأنريل إنجن. خلينا أخدكم رحلة كده، هنروح لليفل جديد أضرب عصفورين بحجر، منها أعرفكم يعني إيه ليفل وهناك هشرح الماتيريال. الليفل اللي احنا فيه ده اسمه فيرست بيرسون ماب. مكانه فين؟ بروح من فيرست بيرسون مابس، هو ده الليفل اللي احنا شغالين عليه. انا جيت هنا عشان الليفل الجديد هعمله هنا بدل ما يبقى كل واحد في مكان. طيب عايز اعمل ليفل جديد، رايت كليك ليفل، بس ده هيجيب لي ليفل فاضي وانا عايز ليفل تمبلت ما يبقاش فاضي خالص. فباجي هنا من فايل نيو ليفل، هتلاقي الاوبن وورلد والبيزك والامتي ليفل، ده الليفل الفاضي اللي انا مرضيتش اعمله. هختار بيزك كرييت. عايز احفظ مكان الليفل، بدوس على كنترول اس واحفظه جنب الليفل التاني واسميه تيست اندرسكور 01 مثلا. احنا دلوقتي في ليفل جديد. طيب يعني ايه ليفل؟ هو نفس المشروع بس ارض تانية، ارض فاضية اعمل فيها اللي انا عايزه واستخدم نفس اللي موجود عندي في البراوزر تحت. المكتبة كلها اللي شغال عليها هتلاقيها هنا. ده اسم المشروع وهو مشروع واحد، وده اسم الليفل الجديد اللي احنا فيه حاليا. والليفل ليه استخدامات كتيرة جدا، يعني مثلا بدل ما احط كل حاجة في ليفل واحد اوزعه على كذا ليفل. بمعنى انا بتجول بره في مشروع اكستيريور كبير، اول ما ادخل اي مبنى يدخلنا على الليفل التاني الانتيريور،
وابقى كده وزعت الحمل على 2 ليفل بدل ليفل واحد. طيب مثال عملي، لو رحت للمكتبة اللي اشتغلت عليها بتاعت اللاندسكيب ريدوود فورست هتلاقيها في المابس. هو عامل لنا 3 ليفل، تعالى ندخل اي واحدة فيهم. بصوا هتلاقيه عارض لي المكتبة بتاعته بالشكل ده في ليفل منفصل. ودي خامة الشلال اللي انا استخدمتها. فالليفل ليه استخدامات كتيرة، بتعرض شغلك، بتقسم شغلك، بتبدل ما بين النهار والليل مثلا، حاجات كتير. مش لما بتيجي بتلعب وتتنقل من مكان لمكان بيحمل شوية، هو نقلك لليفل جديد، يعني اللعبة كلها مش في ليفل واحد. طيب نرجع تاني للليفل اللي عملناه، كونتنت، فيرست بيرسون، مابس. ولحد هنا ده اللي انا عايزكم تعرفوه عن الليفل. نكمل بقى ونرجع للماتيريال ونشرح ازاي تعمل خامة بنفسك. عايز اصغر شوية الارض دي واجيب اي مجسم احط فيه الخامة من all engine. لو ما لقيتهاش بروح من settings show engine وافعل show engine content. دي مكتبة مخفية. بروح من engine content engine meshes واجيب ال SM mat preview دي عشان نشتغل عليها. هنعمل new folder واسميه my material، وما تسيبوش مسافات بين الكلام، حطوا شرطة او اندرسكور بالشكل ده. رايت كليك material وسميها M اختصار لماستر اندرسكور ماتيريال. دبل كليك عليها وحطها هنا عشان اعمل سويتش بين التابات بسهولة. ده الماتيريال اديتور او الماتيريال جراف. احنا بنجيب نودز ونربطها مع كل امر من دول عشان نكون شكل الماتيريال اللي احنا عايزينه. دوس رايت كليك وبتحرك في الماتيريال اديتور بالشكل ده، وبالسكرول بعمل زوم ان وزوم اوت. على الشمال هنا دي شكل الخامة، وهنا الديتيلز بانل، اعدادات اي حاجة بتحددها من هنا. طيب فين الاوامر اللي بحطها؟ على اليمين هنا دوس على بليت، هنا هتلاقي جميع انواع النودز لعمل اي ماتيريال، وممكن تجيبها كمان من هنا. دوس كليك يمين عشان تصلك النودز ومتفلترين كمان. طيب عايزكم تعرفوا الكونستانت، الاربعة دول اختصارهم 1 و2 و3 و4. ودوس 1 كليك 2 كليك 3 كليك 4 كليك، جاب لك الاربع اوامر دول. طب ايه دول؟ الكونستانت 3 فيكتور ده اللي هو الثلاث الوان RGB. اقدر اغير اللون من هنا او دبل كليك واغيره من هنا، واذا وصلته بالبيس كولر هيغير لي لون الخامة. بس كده خلصت. لو دوست ابلاي سيف احط الخامة هنا هيغير لي لون المجسم زي ما انتم شايفين. لو غيرنا اللون ورحنا شفنا النتيجة مفيش حاجة حصلت لأننا ما حفظناش التغيير. ابلاي سيف اتغير اللون. تمام كده. عايزين نغير الانعكاس واللمعان. بروح للماتيريال جراف واجي عند الرفنس، عايز احط هنا قيمة مش لون. بروح اجيب الكونستانت. الكونستانت دي هتديني قيمة من 0 إلى 1 واربطها مع الرفنس، هيديني انعكاس عالي. لو حطيت رقم 0.2 مثلا هتظهر بالشكل ده. الرفنس ده زي الجلوسنس اللي في الماكس كده، اللي هي خشونة الانعكاس. طبعا كلنا عارفين الأوامر دي أو المسميات دي، واللي ما يعرفهاش ما تقلقوش، دي صورة بتشرح وظيفة كل أمر، ودي صورة بتشرح الفرق بين مسميات خامات الماكس والأنريل إنجن، عشان في اختلاف بسيط في المسميات عشان ما تتلخبطوش. جاهزين نعمل أول خامة؟ نيو فولدر تكستشر. نثبت البراوزر كده ونروح نجيب التكستشر ونبدأ بقى نطبق عملي. اختار الخامة دي مثلا، هي عبارة عن الخامة الأصلية والأمبيانت اوكلوجن والنورمال والرافنس. المجموعة دي اسمها PBR ماتيريال، بعدين هنتكلم في الموضوع ده. باخدهم واسحبهم هنا بالشكل ده وبعمل سيف اول. بروح عند الماتيريال جراف وادوس كنترول سبيس وادخلهم بالشكل ده. بربط الخامة الأصلية بالبيس كولر والرفنس مع الرفنس والنورمال مع النورمال والAO مع الأمبيت اوكلوجن. اداني شكل الخامة بالمنظر ده.
ضروري اعمل ابلاي سيف. وده شكل الخامة في الفيو بورد. لو جيت حطيتها في الارض شكلها صغير. طيب عايز اتحكم في حجم الخامة، بروح للماتيريال جراف واكتب تكتشر كوردينيت. دي هتخليني اتحكم في حجم الخامة. اربطها في اليو في واكبر واصغر من نيو تايلنج والفي تايلنج. بس في خطوة عايز اعملها عشان هشرح حاجة قدام. هجيب مالتيبلاي وادوس شيفت واربطها بدول، واحط التكستشر كوردينيت هنا في الاي، واجيب الكونستانت واحطها في البي، واكبر واصغر حجم الخامة من القيمة بتاعة الكونستانت واحط 1. ابلاي سيف. قدرنا نكبر الخامة بالشكل ده. طيب لو انا عايز اعمل تنت ادي درجة لون على الخامة، بجيب دي كده شوية واجيب المالتيبلاي تاني هنا واربطه مع البيس كولر، واربط الخامة الأساسية مع البي، واجيب الكونستانت 3 فيكتور واربطها مع الاي، واغير لون الخامة زي ما انا عايز بالشكل ده. ودي طريقة عمل خامة بسيطة. دي خامة ماستر، ده الأساس اللي هتشتغلوا عليه. طيب هل خلاص كده أقدر أستخدمها؟ لا لسه، في كذا مشكلة. أولا التعديل على الخامة بالشكل ده رخم شوية، وأي تعديل أو تغيير في الخامة لازم تعمل أبلاي وسيف وتنتظر لحد ما يعمل كومبايلنج ويطبقه على المجسم. في طريقة أسهل، إحنا بنعمل الماستر ماتيريال مرة واحدة بس وبنحولها إلى بارامترز أو إعدادات. البارامترز بتسمح لنا إننا نغير في إعدادات الخامة ونشوف النتيجة مباشرة بدون أي تحميل. طب إزاي بعمل كده؟ بحول الخامة إلى انستنس، بروح للخامة رايت كليك كرييت ماتيريال انستنس وسميها MI اختصار لماستر انستنس اندرسكور ماتيريال مثلا كده. ادوس عليها دبل كليك، هتظهر بالشكل ده ومش هنلاقي فيها اي اعدادات او بارامترز موجودة. طيب بعمل البارامترز دي ازاي؟ يعني عايز اكبر واصغر الخامة اعملها ازاي؟ بروح عند الماستر ماتيريال اللي واخدين منها الانستنس، ده المكان اللي بكبر واصغر منه الخامة. طيب عايز احول القيمة دي الى بارامترز، رايت كليك كونفيرت تو بارامتر واسميها UVW ماب زي الماكس. ابلاي سيف. بحط خامة الانستنس في الارض، بفتح الماتيريال انستنس، هتلاقي بارامتر UVW ماب. بكبر واصغر واشوف النتيجة ريل تايم في نفس اللحظة، وبكده تحكمي في الخامة افضل واسهل واسرع. نروح للماستر ماتيريال، اروح عند لون الخامة احولها الى بارامتر، رايت كليك كونفيرت تو بارامتر واسميها تنت كولر. ابلاي سيف واغير في لون الخامة. مش كده احسن بكتير؟ طيب ماذا لو عايز اتحكم في قوة النورمال ماب او بروز الخامة؟ بروح للماستر ماتيريال واجيب امر اسمه فلاتن نورمال، اربط دي بدي والفلاتن نورمال بالنورمال. هتلاقي فلاتنس لو وقفت عليها بالماوس هتلاقي عايز قيمة النورمال ماب. اروح اجيب الكونستانت فاكرينه واربطها مع الفلاتنس، وبكده اقدر احول القيمة دي الى بارامتر، رايت كليك كونفيرت تو بارامتر واسميها نورمال. ابلاي سيف. هتلاقي النورمال ظهرت. اقدر ازود النورمال زي ما انا عايز، حطوا الرقم بالماينس. طيب لو عايز ازود الرافنس بجيب مالتيبلاي برضو واربط دي هنا ودي هنا، ادوس 1 كليك واجيب الكونستانت واربط دي هنا، رايت كليك كونفيرت تو بارامتر
واسميها الرفنس واحط قيمة 1. Apply Save واغير في الرفنس زي ما انا عايز. طيب عايز احط تكتشر، بحولهم الى بارامترز. رايت كليك convert to parameter وسميها diffuse texture. باجي عند الرفنس نفس الكلام، رايت كليك convert to parameter واسميها roughness texture. عند النورمال ماب رايت كليك convert to parameter واسميها normal texture. عند الambient occlusion رايت كليك convert to parameter واسميها AO texture. apply save. هتلاقي التكستشر كلها ظهرت هنا، تقدر تغيرها بكل سهولة. فهمتوا اللعبة ماشية ازاي؟ طيب ايه اللي احنا عملناه دلوقتي؟ كده احنا مش عايزين الماستر ماتيريال دي تاني، شغلنا كله هيبقى في الانستنس ماتيريال. يعني ايه؟ بص يا سيدي، ده الماستر ماتيريال اللي احنا عملناه، بنعمله مرة واحدة بس. بدوس عليه رايت كليك create material instance واسميها MI مثلا wood. بروح اجيب صور لخامات خشب، عايز الخامة الأساسية والأمبينت اوكلوجن، مش عايز الديسبليسمنت. أجيب النورمال والرفنس أدخلهم في الأنريل. سيف أول. بفتح الماتيريال انستنس وود الجديدة وأحط فيها التكتشر دي. وده شكل الخامة. عايز اعلي الرفنس شويه، ولو عايز العب في النورمال واكبر واصغر حجم الخامه من اليو في دبليو ماب. عايز تعمل خامه تانية نفس الحكايه، بروح عند الماستر ماتيريال رايت كليك كرييت ماتيريال انستنس واعمل اي خامه انا عايزها. طب سؤال، هل في كل مره هعمل الماستر ماتيريال من اول وجديد في كل مشروع؟ لا طبعا. وعشان كده هشرح لكم دلوقتي ازاي بناخد الخامات واي حاجه تانية من مشروع تاني عن طريق الميجريشن. هنفتح مشروع جديد واسميه ماتيريال توتوريال. انا دلوقتي شغال في المشروع الجديد ده ومش عايز اعيد الماستر ماتيريال من الاول، هي كده كده عندي موجوده في مشروع تاني. طب ازاي بجيب الخامات هنا؟ بفتح المشروع اللي فيه الخامات اللي انا لسه عاملها، ناخد اي واحده فيهم. هناخد الماستر ماتيريال. احنا ممكن ناخد الانستنس معانا عادي، بس لازم الماستر تكون معانا لانها الاساس. ما ينفعش اخد الانستنس بس، هاخد الماستر والانستنس معانا كمان. رايت كليك اسيت اكشنز، هقول له ميجريت. هو كده خد لي كل حاجه ليها علاقه بالخامات ومعاها التكتشر كمان، بحيث لما الخامه تروح هناك تكون الخامه كامله مش ناقصه. اوكي، ركزوا بقى هنا. هروح لمكان المشروع اللي هنسخ فيه الخامات اللي اسمه ماتيريال توتوريال. هل هنسخها هنا؟ لا، لازم الملفات تكون داخل فولدر الكونتنت، ده ضروري. لو ما عملتش كده الملفات مش هتتنسخ. سيلكت فولدر، دان. بفتح المشروع ماي ماتيريال، هتلاقي كل حاجه موجوده هنا وتقدر دلوقتي تستخدمها عادي. اصغرها شويه. طيب 90% من نسخ الملفات هتكون بالطريقه دي. طب ايه الطريقه التانيه؟ انا مثلا اشتغلت وظبطت اعدادات الاضاءه بتاعتي هنا مثلا، ومش عايز اعيد نفس الاعدادات، عايز انسخها. هل اعمل لها ميجريت؟ لا، اي حاجه بيلت ان موجوده في البرنامج زي الاضاءات بنسخها بشكل عادي. بحدد مصادر الاناره اللي ظبطتها هنا مثلا من edit كوبي. المشروع التاني امسح الاضاءات دي، edit paste. ودي طرق النسخ في الانريل انجن. هنرجع تاني للخامات عشان في معلومه مهمه لازم تعرفوها عن التكتشر عشان اقفل بند الخامات. نفتح اي تكتشر عندنا. دي صوره الخامه، مقاسها 2048 في 2048 بكسل، يعني 2K. يفضل اننا نستخدم خامات يكون الطول والعرض نفس المقاس. طب ليه؟ وايه اللي هيحصل لما بنحط مقاس الخامات الطول نفس العرض؟ الميثود ستريمد
والنمبر اوف ميبس 12. يعني هو عمل لي 12 نسخه من التكتشر دي. يعني ايه الكلام ده؟ نفس فكره النانايت بالظبط، لما بتفعلها في اي موديل كل ما بتبعد عن الموديل بيقلل جودته. نفس الحكايه هنا، لما بتحط التكتشر التول نفس العرض بيعمل كذا نسخه منها، وده معناه واحنا في الفيو بورد طول ما انت قريب من الخامه شايفها باحسن جوده. بعدت عنها بيقلل جوده الخامه لان تفاصيلها مش باينه من بعيد. طيب لو حطيت تكتشر بمقاسات عشوائيه نجرب كده. هتلاقي الميثود نو ستريمد والنمبر اوف ميبس 1، ما عمليش نسخ منها، هي نسخه واحده بس. عشان كده يفضل اننا نستخدم تكتشر الطول نفس العرض او العرض ضعف الطول، 1000 في 1000 بكسل او 1000 في 2000 بكسل. لو رحنا للكويكسل بريدج سيرفيسز وفتحنا اي خامه هتلاقي المقاس هنا 2 في 2 نفس المقاس. لو شفت خامه تانية هتلاقيها 1 في 2. فهمتوا؟ يعني ما يبقاش فيه كسور، يبقى من مضاعفات الارقام دي ضعف المقاس او نفس المقاس. عرفتوا الناس دي بتعمل العاب كبيره وبتصنع عالم مفتوح ازاي؟ انت شايف كل حاجه في الفيو بورت من غير ريندر. احنا بنلعب العاب عالم مفتوح باجهزه تعبانه، ولما تيجي تشتغل على مشروع بسيط جهازك بيموت. هم عاملين تنازلات وعاملين حلول ممتازه جدا عشان تقدر تحط تصميمك ايا كان حجمه وتعرضه وتتفرج عليه، واجهزتنا تتحمل ده. اوكي، اخر حاجه عايز اقولها بخصوص الماتيريال، لازم تعرفوا ان الماتيريال في الانريل انجن بحر كبير جدا. انا عملت بس نموذج صغير عشان نشتغل ونطبق عملي. ممكن نعمل خامات قويه جدا زي خامه اللاندسكيب اللي انا شغال عليها في درس النهارده. لو رحنا للليفل بتاع المشروع كان فين فيرست بيرسون مابس، فيرست بيرسون ماب. شايفين اللاندسكيب ده؟ دي خامه، خليني اوريكم شكلها عامل ازاي. من ديتيلز عند اللاندسكيب ماتيريال، مش دي، هي دي. ده الماستر بتاع الخامه اللاندسكيب. بصوا كميه النوتس اللي موجوده، مش قصدي اخدكم بس عايز اقول لكم ان الخامات في الانريل انجن قويه جدا. بصوا كميه التفاصيل. تعالوا نشوف بيعها بكام. عارضها ب $250. خلينا نشوف هو عامل ايه تاني. دي مكتبات هو عاملها ما شاء الله. ده واحد درس البرنامج وبيبيع في مكتبات لاندسكيب. دي حاجه تخليك تفكر، مش مجرد انك بتتعلمه عشان تعرض شغلك وخلاص، لا وكمان تطور نفسك وتستفيد منه زي الناس دي. كده خلصنا الماتيريال. ندخل على مصادر الاضاءه. هشرح لكم جميع مصادر الاضاءه في الانريل انجن. همسح الدايركشنال لايت والسكاي اتموسفير والسكاي لايت والفولومتريك كلاود والبوست بروسيس فوليوم ونضلم المشهد. وبروح هنا وافتح البليس اكتور بانل عشان اشوف كويس، واجي عند اللايت واجيب الدايركشنال لايت والسكاي لايت، ومن عند فيجوال افكتس اجيب سكاي اتموسفير وفولومتريك كلاود والبوست بروسيس فوليوم، او ممكن اجيبهم من مكان تاني. خلينا امسحهم. بروح من ويندو Environment Light Mixer. ده باختصار ويندو بتجيب منها جميع عناصر الإضاءة بتاعة الانفايرومنت، بتجيبهم وتتحكم فيهم من مكان واحد. هتلاقي الكرييت سكاي لايت والكرييت اتموسفيريك لايت، ده اللي هو الدايركشنال لايت، مش عارف ليه مش كاتبينه دايركشنال لايت، خلونا نتلخبط. والسكاي اتموسفير والفولومتريك كلاود والهايت فوج كلهم هنا. ادوس على كرييت اتموسفيريك لايت عشان يجيب لي الدايركشنال لايت اللي هي الشمس يعني، والسكاي اتموسفير اللي هي شكل السماء، والسكاي لايت اضاءة النهار، والفولومتريك كلاود شكل السحاب، والهايت فوج الضباب. لو كبرنا الويندو دي هتلاقي كل الاعدادات موجودة قدامك بشكل مصغر. لو عايز الاعدادات كاملة بتيجي هنا بدل ميني خليها نورمال، هتظهر اعدادات كل عناصر الاضاءة اللي موجودة في المشهد. بس عموما انا مش بستخدم الاعدادات من هنا، انا بس بجيب منها الاضاءات. خلينا نحدد كل الاضاءات دي كلها وندخلها في لايت، انا بحب اكون منظم. ونشرح اهم اعدادات الدايركشنال لايت. الدايركشنال لايت هي الاضاءة الرئيسية او اضاءة الشمس، ممكن تعمل لها روتيشن بالشكل ده، او بتدوس على كنترول ال وتغير اتجاه الشمس. من انتنسيتي بعلي واقلل الاضاءة، ومن سورس انجل بنعم حواف الظلال لو انا مش عايز الظلال حادة. من indirect light intensity الإضاءة الغير مباشرة، دي هتبان في الانتيريور أكتر. خلوني أحط كام جدار كده.
بصوا لو عليت الاندايركت لايت انتنسيتي هتلاقيه بينور الاماكن المظلمه اللي ما فيهاش نور مباشر، دي مهمه في شغل الانتريور. فولومتريك سكاترنج انتنسيتي دي هنحتاجها واحنا بنعمل ضباب، في امر بنفعله في الضباب عشان تشوف نتيجه القيمه دي، هنجيلها كمان شويه. تنزل تحت شويه هتلاقي لايت شافتس. لايت شافت اوكلوجن بيبين اشعه الشمس في الهواء لما بيخبط في اي مجسم بالشكل ده. لايت شافت بلوم بيعمل شعاع ضبابي لما تبص للشمس. دي اهم اعدادات الدايركشنال لايت. نتعرف على مصدر تاني، سكاي لايت، اضاءة النهار او الاضاءة الغير مباشرة، ودي من اهم تاني عناصر الاضاءة في الانريل انجن، وظيفتها انها بتنور او بتاخد كابتشر بناء على شكل الانفايرمنت اللي موجود. يعني عندك شكل السحاب في وضع النهار فهيعمل لك اضاءة النهار. مثال، انت في اوضة والشمس مش جايه عليك بس الاوضة منورة لان الدنيا نهار بره، هو ده اللي بيعمله السكاي لايت. بص لو قفلناه هتلاقي الظلال دارك جدا ومش هتشوف منها حاجة. السكاي لايت بينور الاماكن المظلمة دي. اهم اعداداته ريل تايم كابتشر، لازم تكون متفعلة لانها لو مش متفعلة وقفلت الشمس هتلاقيها لسه منورة، المفروض انها تطفي، فبفعل الريل تايم كابتشر. طبعا من انتنسيتي سكيل بعلي واقلل قوة الانارة الغير مباشرة بالشكل ده. indirect light intensity قوة الانارة الغير مباشرة. volumetric scattering intensity ودي كثافة الضوء في المشهد، ودول تأثيرهم هيبان اكتر في الانتريور. volumetric cloud ده شكل السحاب ومش هنلعب في اعداداته. sky atmosphere ده شكل النهار اللي هو لون السماء اللي بيخلي السكاي لايت ينور. احنا قلنا السكاي لايت بيكابتشر البيئة اللي حواليه وبينورها، فالسكاي اتموسفير ده مجرد شكل السماء، نادرا لما حد بيلعب في اعداداته، بس ممكن من ريلاي سكاترنج سكيل بيدي لوك غريب كده تحس ان الدنيا مطربة. ومن ماي سكاترنج سكيل بيدي شكل ضبابي. بس كده، لكن انا مش بستخدم اعدادات السكاي اتموسفير عموما يعني. اكسبوننشال هايت فوج الضباب. عايز اكبر الارض شويه واجيب شجره عشان اظهر لكم تفاصيل الضباب. طيب، اهم اعدادات الاكسبوننشال هايت فوج. فوج دنسيتي كثافه الضباب، نعليها شويه عشان نشوف. فوج هايت فول اوف ارتفاع الضباب، انا بستخدمه لما بكون عايز ابين تفاصيل السحاب. ونغير لون الضباب من هنا. ستارت ديستانس المسافة بينك وبين الضباب، بتبعده عنك شوية. ومن دايركشنال ان سكاترنج بتعمل ضباب تاني عند منطقة الشمس بلون تاني، بتدي لوك حلو في المشهد، انا دايما بستخدمها. فولومتريك فوج دي بقى بتحول الضباب 180 درجة، دي بتظهر الريز او اشعة الشمس في الضباب. بتفعل الفولومتريك فوج، ولما بتفعلها بتقدر تتحكم في كثافتها من الدايركشنال لايت. عند الفولومتريك سكاترنج انتنسيتي خليها مثلا 8. نرجع تاني لللايت فوج. سكاترنج ديستريبيوشن دي بترفع الريز شعاع الضباب ناحية الشمس، انا هخليها على 0.5 وتغير في لون الضباب. ومن اكستنشن سكيل بتعلي كثافة الضباب برضو 3 مثلا، وتطلع فوق عند الفوج دنسيتي وتتحكم في قوة الضباب. بصوا ده شكل الريز اللي بقولكوا عليه، بيدي شكل سينماتيك في اي مشهد. بس كده، دي كانت اهم اعدادات الاكسبوننشال هايت فوج. خلينا نقفل الفولومتريك فوج ونتعرف على البوست بروسيس فوليوم. بوست بروسيس فوليوم ده بتعمل بيه كالر كوركشن وافكتس كتيرة، بس اول حاجة بروح للبوست بروسيس فوليوم سيتنجز وافعل الانفينيت اكستند عشان تأثيره يبقى على كامل المشهد، لانك لو ما فعلتهاش لازم تدخل جوه البوكس عشان تشوف التأثير، فبنفعلها عشان التأثير يبان على كامل المشهد. تمام، هنتعرف على اهم اعدادات البوست بروسيس فوليوم. الاكسبوجر انا بحب اخليها على اوتو اكسبوجر لما بروح لمكان مظلم بيفتح الاضاءة، ولما ببص على مكان منور بيرجع تاني، فهو عامل بالانس حلو جدا. لو مش حابب كده بتعملها مانيوال وتحط رقم 10 مثلا، كده ثبت لك الاكسبوجر. لكن انا بحبها على الاوتو، هو بيظبط لي الاضاءه لوحده. اللينس فلير الناس اللي بتحب الايفكت ده
Image Effects Vignette. من Color Grading Global تقدر تعمل Saturation وكونتراست. يعني عند ال MISC هتلاقي ال Color Grading LUT، الناس اللي بتعمل Color Correction بال LUT. من ال Global Illumination وال Reflection بتتأكد إنك شغال على نظام اللومين. ركزوا بقى هنا لأن الإعدادات دي مهمة جدا. بتدوس على اللومين Global Illumination هتلاقي إعدادات اللومين اللي هي جودة الإضاءة والانعكاسات. لو لقيت في الانعكاس في نقط سودا كده تعلي اللومين سين لايت كواليتي، ومن لومين سين ديتيل بيظهر تفاصيل أكتر في الانعكاس، وفاينل جيزر كواليتي برضو بتعلي الكواليتي، وعند ريفليكشنز لومين ريفليكشن كواليتي بتعلي برضو دقة الانعكاس. هتبان قيمة الأرقام دي في الانتريور أكتر، بس خدوا بالكم لأن لما بتزود الأرقام دي زيادة عن اللزوم بيقلل عدد الفريمات، فخدوا بالكم من الأرقام دي. دي كانت مصادر الإنارة الرئيسية في الأنريل إنجن، وكل مصادر الإنارة اللي ذكرتها هتكون موفابل. من موبيليتي أتأكد إنها موفابل لأننا شغالين على الدايناميك لايت، وأي موديل موجود في المشهد هيكون موفابل برضه. طيب هل دي كل مصادر الإنارة؟ لا، هشرح لكم مصدر تاني مهم من مصادر الإضاءة وهو ال HDRI. بروح من Settings Plugins واكتب HDRI واعمل ريستارت. بمسح كل مصادر الإنارة وخلي بس الدايركشنال لايت، وبروح من لايت HDRI Backdrop واحطها في المشهد. هتظهر بالشكل ده. انزلها تحت شوية. لو عايز اكبر واصغر ما اعملش سكيل بالشكل ده، غلط. من سايز بكبر واصغر حجمها زي ما انا عايز بحيث تغطي المشروع. بالنسبة للتشوه اللي احنا شايفينه ده، باجي عند البروجكت سنتر دي، شايفينها، وارفعها لفوق شوية بالشكل ده. هتبدأ تظبط شكلها. لو جينا شفنا ال HDRI عبارة عن ايه، هتلاقي جيومتري اللي هو الدوم ده وسكاي لايت. كل اللي بعمله بعد كده اني بظبط الدايركشنال لايت مانيوال على حسب شكل ال HDRI. يعني دلوقتي زي ما انتم شايفين الدنيا غيوم والشمس حادة جدا، وده مش منطقي، فبحاول احاكي شكل الغيوم دي بالدايركشنال لايت، واقلل قوة الإنارة من الانتنسيتي اخليها 2، واعمل سوفت شادو واعلي السورس انجل. طبعا تقدر تغير شكل ال HDRI من هنا. بمجرد انك غيرت شكل ال HDRI اتغير شكل المشهد عندي. وكمان اقدر احمل اي HDRI انا عايزها. انا حملت صورة HDRI للقطة ليلية 4K. في حاجة مهمة هنا لازم نعملها. فاكرين التكستشر؟ هو كان بيعمل عدد نسخ عشان يقلل الجودة كل ما بتبعد عن الخامة. هنا انا مش محتاج اعمل ده، انا عايز ال HDRI تكون دايما بافضل جودة. هتلاقي هنا النمبر اوف ميبس 13. لا، هاجي عند الميب جنريشن سيتنجز، لو لقيتها فروم تكستشر جروب خليها نو ميب ميبس. هتلاقي فوق النمبر اوف ميبس 1 كده صح، وده عشان نستخدم صورة ال HDRI بافضل جودة. سيف وتحطها في ال HDRI ونظبط الاضاءة مانيوال، ودي النتيجة. وبكده تكونوا اتعرفتوا على اهم مصادر الانارة في الانريل انجن. هو في مصدر تاني انا بحب استخدمه عبارة عن بلو برينت اسمه الترا دايناميك سكاي، هو تمنه $40، وبصراحة مبسوط اني اشتريتها لانها تستاهل. هو سيستم كامل للنهار والليل وبكل اشكال السحب اللي تتخيلها. كده خلصنا شرح مصادر الانارة في الانريل انجن، ولحد هنا انتوا جاهزين تطبقوا عملي من غير ما يبقى فيه اي حاجة ناقصة معاكم. الكلام ده بيتشرح في كورسات مدفوعة طويلة جدا. اتمنى اكون بسطت لكم الموضوع واني قدرت اخلي البرنامج سهل بالنسبة لكم. نرجع تاني لمشروعنا فاكرينه ونكمل شغل على اللاندسكيب. عايزين نحط جبال على مسافات بعيدة. من ريد وود فورست، ميشز، باك جراوند. في كل مكتبة هتحملها هتلاقي جبال، كل حاجة متوفرة متقلقوش. اوزعها بالشكل ده. اوزع شجر من فوليج
واحط الشجر هنا. ومن عند سكيل اكس اخلي الميني 0.3 والماكس اخليه 0.8 مثلا، بحيث احجام الشجر تتوزع بشكل عشوائي، شويه كبير وشويه صغير. اوكي، انا حابب اعمل لاندسكيب قبل الشجر، فهروح على لاندسكيب واظبط اللاندسكيب ماتيريال شويه. واوزع الشجر. عايزين نعمل طريق، بفتح الماكس واجيب موديل لاي طريق، بروجكت مانجر، هشوف ده. اوكي، انا عايز ده بس، وامسح الباقي. editable بولي ايدج، واعمل كونكت واحط مثلا 5 عشان لما اعمل هناك بيند يلف معايا بدون ما يبقى فيه انكسار في الموديل. حلو كده. شو ريبون اكسبورت سيلكتد على نفس فولدر الداتا سميث واسميه رود. اروح على الانريل انجن، داتا سميث، فايل امبورت. بعد كده من لاندسكيب مود مانج سبلاينز، ادوس كنترول وابتدي ارسم شكل الطريق. على اليمين هنا بدوس على كنترول بوينتس عشان يحدد لي كل النقط اللي رسمتها. واقلل عرض الطريق من هاف ويدز واخليه 350 بدل 1000. بعد كده باجي عند سيجمنت عشان يحدد لي الطريق كله. لاندسكيب سبلاين ميشز، اقول له اد اليمنت وافتح الانبوكس، احط موديل الطريق اللي جبته من الماكس هنا. لو الطريق شكله مقلوب بروح اعدله من فورورد اكسس واخليها واي بدل اكس.
طيب عايزين نعمل ديفورم ونظبط اللاندسكيب على الطريق بتاعنا. باجي على الشمال هنا عند الديفورم لاندسكيب تو سبلاينز واقول له all splines. وانزل الطريق تحت شويه. لو حسيت ان جودة خامة الطريق بتقل كل ما بتبعد، بروح عند التكتشر بتاعة الخامة وخليها نو ميب مابس عشان يحافظ لي على جودة الخامة حتى لو بعدت عنها، واظبط شوية اللاندسكيب ماتيريال. اخلي المكان ده للعربية اللي هجيبها زي الجراج كده. اروح للماكس واجيب اي عربية موجودة عندي. دي عربية مرسيدس بنز، همسح الاضاءات والكاميرات دي كلها، دي حاجات انا مش عايزها عشان مش هحتاجها. لو عايز اشوف خامات العربية ادوس على شو تكتشر. هي مغمقة قوي كده ليه؟ ما علينا، هاخدها زي ما هي. شو ريبون، احدد العربية كلها، اكسبورت سيلكت على نفس مكان الداتا سميث واسميها كار. اروح للانريل انجن، داتا سميث، فايل امبورت، وي سيف اول. احط مكان العربية، الخامة سودة زيادة عن اللزوم فهفتح في خامة العربية شوية. احط النور جوه كأن لمبة العربية منورة. واحول العربية الى نانايت ما عدا الخامات اللي فيها ازاز، احولها الى LOD لان العربية دي تقيلة شوية.
كده تمام. احط شوية خامات ديكيلز في المشهد. عايز احط دخان للمدخنة اللي فوق، بروح لمكتبة الستارتر كونتنت اللي ضفناها في اول مشروع، فاكرينها، واحط دي هنا. عايز اعمل قعدة شوي هنا واحط نار، بفتح الكويكسل بريدج واكتب كامب فاير. دي كويسة. واجيب كرسي ونولع النار. هدوس بلاي ونشوف عملنا ايه. طيب الكاركتر بيعدي من الموديل لاننا مش عاملين كوليجن، المفروض اني ما اخترقش الحوائط بالشكل ده، ولذلك هنتعلم ازاي نعمل كوليجن. همسك البيت ده واقول له حدد لي مكانه، وادوس دبل كليك عليه، كبر الشاشة من شو سيمبل كوليجن عشان يبان الكوليجن وانا شغال. طيب عشان اعمل كوليجن او تصادم، من فوق هنا واقول له كوليجن اد بوكس سمبليفايد كوليجن. شايفين البوكس الاخضر ده انا مش هعدي منه، طبعا انا مش هدخل جوه فهخليه زي ما هو عبارة عن بوكس. سيف. لما ادوس بلاي بصوا الكاركتر مش هيعدي من البيت اللي انا عملت فيه كوليجن. البيت التاني نفس الكلام، من كوليجن واقول له اد بوكس سمبليفايد كوليجن. سيف. وده كمان كوليجن اد بوكس سمبليفايد كوليجن. سيف. طيب عايز اعمل السلم ده عشان الكاركتر يطلع عليه، انا مش هعرف اعمل بوكس لانه هيبقى عالي. لو عملت بوكس بصوا الكاركتر مش هيعرف يعدي منه. همسح الكوليجن ده وهعمل كوليجن بطريقة تانية وبدقة اعلى شوية. عند كوليجن واختار اوتو كونفكس كوليجن، هتظهر شاشة على اليمين، هقول له ابلاي. بصوا عمل كوليجن بدقة اعلى شوية على قد السلم بالظبط. سيف. هعمل الارضية دي بنفس الطريقة ودي كمان.
والجدار ده. بص عمل لي كولاجين بنفس انحناء الجدار، وده اللي انا عايزه. سيف. ناقص السلم الصغير ده والارضيه دي. اعمل السور كمان. هنا مش محتاج تفاصيل، ممكن اعمله بوكس او في طريقه تانية عشان ابقى شرحت كل الطرق لعمل الكولاجين. باجي هنا عند البليس اكتور فوليومز واجيب بلوكينج فوليوم. ده كولاجين برضو بعمل له سكيل بالشكل ده واحطه هنا. بلاي. بص الكولاجين ما بيعديش منه الكاركتر. في ايه تاني؟ هنا برضو عايز اعمل كولاجين. لو الكولاجين مش مظبوط بمسحه. ريموف كولاجين وعلي الرقم ده شوية. ابلاي. ظبط شوية واخد شكل المجسم بالظبط. سيف. لو عملت شو كولاجين هيظهر لي كل الكولاجين اللي عملناها، وكمان كولاجين بتاعت اللاندسكيب اللي هو عاملها اوريدي. احنا بس بنعمل كولاجين للموديلز اللي بنجيبها من بره. بلاي. شايفين دي فايدة الكولاجين؟ مش المفروض ان الكاركتر يخترق المبنى، وبالشكل ده اقدر اتجول في المكان واتفرج على اللي انا عملته كله. شايفين شكل خامة الديكيلز؟ انا بحب استخدمها دايما. طبعا مش عارف ادخل جوه لاني عامل كولاجين هنا. ناقص احط ساوند افكت. المفروض وانا ماشي اسمع صوت الطبيعة، ولما اقرب من الشلال اسمع صوته. ازاي بحط ساوند افكت في المشروع؟ ضروري يكون امتداد الساوند افكت او اي موسيقى تدخلها على الانريل انجن تكون بامتداد ويف. انا حملت ساوند افكت للشلال والنهر والغابة من موقع ارتليست. هو موقع باشتراك سنوي، انا اصلا مشترك فيه عشان قناتي، بس انت تقدر تجيب اي ساوند افكت من اي مكان ومجانا، الموضوع بسيط. بدخلهم واجيبهم هنا. سيف اول. ده صوت الشلال، وده صوت النهر الصغير المايه اللي بتمشي دي، وده صوت الغابة. باجي عند صوت الشلال، رايت كليك، كرييت كيو، دبل كليك عليها، اختار دي وافعل اللوبينج عشان يفضل الصوت شغال باستمرار مش يخلص ويقف. سيف. الكيو دي هي اللي بدخلها في المشروع. وعلى اليمين هنا عند الاتنويشن افعل الاوفر رايت اتنويشن عشان تظهر لي حدود انتشار الصوت. الدايرة الصغيرة دي هتسمع منها الساوند افكت بوضوح. لما بتبعد عنها الصوت بيقل، ولما بتبعد عن الدايرة الكبيرة الصوت بيختفي تماما. من عند attenuation function اختار natural sound، ومن عند inner radius اكبر واصغر انتشار الصوت لأي مسافة انا عايزها.
ادوس بلاي واشوف. لا الصوت بعيد، اكبر شوية. تمام كده. اجيب صوت النهر، رايت كليك، كرييت كيو. نفس الكلام، هفعل اللوبينج، سيف، اوديها على النهر. افعل الاوفر رايد اتنويشن واختار ناتشرال ساوند. انسخها كذا مرة واوزعهم في النهر بالشكل ده. بلاي. اوطي صوت النهر شوية، دبل كليك واختار ده. اخلي الفوليوم مالتيبلاير 0.3 مثلا. سيف، بلاي. ناقص كده صوت الطبيعة. رايت كليك، كرييت كيو. نفس الكلام، لوبينج، سيف، واحطها في الغابة. افعل الاوفر رايد اتنويشن واختار ناتشرال ساوند. بلاي. كده وانت بتتجول الموضوع بقى رياليستيك اكتر. حاسس اني بقيت موجود في المكان بعد اضافة الساوند افكت. الفرق كبير طبعا. كده كله تمام، ناقص اضاءة المشهد ونعمل شوية ضباب. كنترول ال واشوف ايه انسب مكان للشمس. بعد كده بروح للاكسبوننشال هايت فوج. بعلي الضباب شوية حلوين بس في الاول عشان اشوف، وغير لون الضباب من فوج كلر. واجي عند دايركشنال ان سكاترنج واحط لون الشمس عشان يعمل لي ضباب ناحية الشمس بلون مختلف. طيب مهم جدا اني افعل الفولومتريك فوج عشان يظهر لي الريز او شعاع الشمس. اعلي السكاترنج ديستريبيوشن، اخليها 0.5 مثلا عشان يرحل لي الريز لفوق شوية ما تبقاش تحت. واحط في الاكستنشن سكيل رقم 3 واطلع اقلل الضباب شوية 0.1. اوكي. شايفين الفولومتريك فوج لما بنفعله بيعمل لي شعاع ريز او شعاع ضبابي شكله حلو جدا. عايز تعلي وتقلل الشعاع ده من اكستنشن سكيل او تروح للدايركشنال لايت عند الفولومتريك سكاترنج انتنسيتي، تقدر تعلي وتقلل شعاع الريز بالشكل ده، ودي بتشتغل فقط لما بنفعل الفولومتريك فوج. تمام، حلو قوي كده. بلاي، F11. نايس.
ولو عايز تعمل باكجينج يعني ترسل المشروع للعميل على شكل ديمو بملف exe من بلاتفورمز ويندوز وأقول له باكج بروجكت. طيب نخش على الريندر. عايزين بقى ناخد صور للقطات ريندر جودتها عالية. أروح للزاوية اللي حابب أخد ليها صورة وأدوس كنترول 1 وأروح لمكان تاني كنترول 2. لو دوست رقم 1 هيوديني للمكان الأول، ولو دوست 2 هيوديني للمكان التاني. أنا كده بحفظ الأماكن دي عندي. أجي هنا برضو كنترول 3. كده أنا عندي 3 لقطات عايز أحفظهم عندي بجودة عالية. أدوس رقم 1. عايز أخفي الأيكونز دي بدوس جي وأجي هنا وأدوس على ال3 نقط دي واختار هاي ريزوليوشن سكرين شوت. لو حطيت رقم 2 هنا وقلت له كابتشر هتلاقيه حفظها لي في مكان المشروع. بفتح ملفات المشروع هتلاقي فولدر اسمه سيفد سكرين شوتس ويندو اديتور. هتلاقي الصورة هنا. نشوف الصورة كده. اوكي طب لو حطيت رقم 3 هنا كابتشر، في فرق كبير بين 2 و 3. 3 احسن بكتير والريزوليوشن فيها اعلى. ادوس رقم 2 اروح للقطة التانية هاي ريزوليوشن سكرين شوت واحط 3. في حاجة هنا اسمها include buffer visualization targets. عارفين الريندر element اللي في الماكس اللي بيفصل لك الانعكاس لوحده والظلال لوحدها وكل افكت في صورة منفصلة وتجمعهم على الفوتوشوب عشان تظبط المشهد بتاعك؟ ده زيه بالظبط، بس انا مش محتاجه دلوقتي. اللقطة التالتة في طريقة كده، هي حركة صايعة شوية عشان تطلع افضل جودة للصورة. بتيجي هنا وتقول له سيميوليت، بعد كده هاي ريزوليوشن سكرين شوت رقم 3. احيانا بتطلع جودة افضل وعن تجربة. بس كده، ودي طريقة عمل لقطات ريندر في الانريل انجن. واخر حاجة هنعملها هناخد لقطات انيميشن. انا شرحتها الدرس اللي فات ولكن هنعملها مرة تانية للمراجعة. بعمل نيو فولدر واسميه سينيماتيك فيديو. بعد كده بطلع فوق عند السيكونس واختار اول اختيار اد ليفل سيكونس. بحدد مكان الفولدر اللي عملته سيف. التايم لاين هيظهر معايا بالشكل ده، وكمان ايقونة الليفل سيكونس هتظهر معايا في المشهد. ده وقت اللقطة اللي هاخدها. لو عايز مدة لقطة الفيديو اكبر بكبر التايم لاين، بدوس كنترول زائد سكرول الماوس بالشكل ده واشد الخط الاحمر على اليمين كده. بعد كده بدوس على زرار الكاميرا ده عشان يجيب لي سينما كاميرا. زي ما انتم شايفين ده المشهد بتاعي، ودي اعدادات الكاميرا اللي عاملها انيميشن. عايز اظبط بس الفوكال لينس عشان الكاميرا زوم جدا وانا عايزها وايد انجل. بدل 35 بخليها 16. هبدأ اسجل حركة الانيميشن للكاميرا. بروح عند اول فريم ومن عند ترانسفورم باجي عند لوكيشن واحط كي فريم واتحرك في الفيو بورت لحد هنا مثلا. واحط كي فريم تاني كده. هو سجل لي حركة الشوت بتاعي. باجي عند اول فريم رايت كليك وخليه لينير عشان ما يبدأش الفيديو بحركة بطيئة بعد كده يسرع. انا عايزها حركة ثابتة، ولكن في اخر الفيديو عايزه يوقف الحركة ببطء وتبقى سموز كده، هتبقى احلى. اوكي، بشوف لو عايز اظبط الاضاءة او الضباب مرة تانية لحد ما اوصل لنتيجة كويسة. هنعمل بقى ريندر بنفس طريقة شرح الدرس اللي فات عن طريق موفي ريندر كيو. بروح عند سيتنجز بلجنز بكتب موفي ريندر كيو، هي دي. بفعلها وبعمل ريستارت. بعد كده من ويندو سينيماتكس موفي ريندر كيو بدوس على ريندر واختار الليفل سيكونس اللي عملناه. بدوس على unsaved configure ومن عند output بختار مسار الفيديو من output directory. الريزوليوشن 2560 في 1440. انا بحب اعملها 2K، ولو عايز اغير عدد الفريمات من هنا. الريندر هيطلع هنا صور مش فيديو، وده احسن عشان لو النور قطع تقدر تكمل بعد كده. ومن عند settings
بجيب الانتي الايزنج وبحط في التمبورال سامبل كاونت من رقم 8 الى 16 على حسب قدرات جهازك. انا هحط 12 وبختار اوفر رايد انتي الايزنج طالما حطيت رقم فوق ال8. انا هنا بقول له الفريم الواحد او الصوره الواحده تترندر 12 مره، وبكده الريندر يطلع جودته عاليه وما يطلعش فيه اي مشاكل. بس كده اكسبت ويرندر لوكال. على الشمال هنا عند الاي اس تي تايم ريمينينج ده الوقت المتبقي، وكاتب لك هنا عدد الفريمات والسب سامبل كل فريم بيرندره 12 مره. طبعا الريندر هنا سريع جدا مقارنه باي برنامج تاني، والموفي ريندر كيو هي افضل طريقه ريندر في الانريل انجن. بفتح اي برنامج مونتاج. انا عندي ادوبي بريمير، نيو بروجكت، نفس مكان الانيميشن، دبل كليك، اختار اول صوره واتاكد ان الايمج سيكونس متفعله. ده الانيميشن بتاعنا. من فايل، اكسبورت، ميديا، كله تمام. الفورمات H264، ماتش سورس هايت بيت ريت. حدد مكان الفيديو من هنا. انزل تحت شويه عند التارجت بيت ريت، خليها 30 مثلا، لان احنا مطلعين الفيديو بجوده عاليه مش عايزين ادوبي بريمير يقللها، فبعلي التارجت بيت ريت دي شويه بس. واليوز ماكسيمم ريندر كواليتي، اكسبورت، ودي النتيجه النهائيه. اتمنى اكون بسطت لكم الموضوع واني قدرت اخلي البرنامج سهل بالنسبه لكم. بدرس النهارده كده مش ناقص لكم غير البلو برنت، الجزء البرمجي في الانريل انجن. فعمل كورس انتيريور مخصوص، كورس مدفوع، اللي هو ازاي تتجول في التصميم وتغير في الخامات والالوان، تفتح باب، تفتح نور، تشغل تلفزيون، وتغير في الفرش وحاجات تانية كتير. ده الكورس اللي هشتغل عليه عشان نكون قفلنا البرنامج ان شاء الله. اول ما يبقى فيه اقبال على الكورس وعدد الناس يزيد هبدا فيه على طول. بس كده اتمنى يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وشير عشان قناتي تكبر بدعمكم ان شاء الله. شكرا جدا ليكم واشوفكم الفيديو الجاي. سلام.